في القرآن الكريم نجد وصفا بديعا لمراحل تكوين الجنين، جاء بأسلوب معجز يحمل الدقة العلمية مع عمق البيان. يقول الله تعالى في سورة المؤمنون: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين نجمة ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. فالبداية كانت من سلالة من طين، أي من مادة أصل الإنسان الأول وهو آدم الذي خلق من طين، ومنها جاءت الذرية عبر التناسل، فكان أصل الإنسان جميعا من هذه السلالة. ثم ينتقل الوصف إلى النطفة، وهي قطرة صغيرة من ماء الرجل تمتزج ببويضة المرأة لتبدأ أول خلية تحمل صفات الجنين المستقبلية، وتوضع هذه النطفة في قرار مكين، أي في رحم الأم، وهو المكان المهيأ لحماية الجنين ورعايته. وبعد ذلك تتحول النطفة إلى علقة، وهي ما يشبه قطعة الدم الغليظة الملتصقة بجدار الرحم، وكلمة العلقة تحمل معنى التعلق والتشبث، فهي تتشبث ببطانة الرحم وتستمد غذاءها من دم الأم. في هذه المرحلة يبدأ الجنين بأخذ شكله المبدئي، لكنه ما زال كقطعة صغيرة لا تكاد ترى بالعين المجردة. ثم تتطور العلقة لتصبح مضغة، وهي كتلة لحم صغيرة كأنها قطعة ممضوغة، يظهر فيها بعض التجاعيد والانبعاجات التي تشبه أثر الأسنان على قطعة الطعام بعد مضغها. في هذه المرحلة تبدأ الخلايا في التمايز، فبعضها يتجه ليكون أنسجة وأعضاء، وبعضها يشكل بدايات الجهاز العصبي والدورة الدموية. ثم تأتي مرحلة تكوين العظام، حيث تبدأ الخلايا بالتحول إلى غضاريف صلبة ثم تتكلس لتصبح عظاما، فيتخذ الجنين دعامة لهيكله. وبعد ذلك يذكر القرآن الكريم مرحلة كساء العظام باللحم، حيث تكسى هذه العظام بالعضلات والأنسجة التي يتغلفها، فيبدأ شكل الجسد البشري بالوضوح أكثر فأكثر، وتتشكل الملامح الخارجية. ثم يصف الله تعالى أعجب المراحل فيقول: ثم أنشأناه خلقا آخر، وهنا يتحول الجنين من مجرد قطعة لحم مكسوة بالعظم إلى كائن حي نابض بالحياة، تنفخ فيه الروح، وتبدأ أعضاؤه بالعمل شيئا فشيئا، فتتشكل الحواس وتظهر الملامح البشرية المميزة، ويصبح مهيئا ليخرج إلى الدنيا في موعده الذي قدره الله. هذه المراحل التي جاءت في القرآن الكريم لم تكن مجرد تصوير أدبي، بل هي حقائق علمية توافق ما توصل إليه الطب الحديث في علم الأجنة، ولكن القرآن سبق إليها بقرون طويلة، مما يدل على إعجازه ودقته البالغة في بيان نشأة الإنسان وتكوينه.